السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ وحشتوني. أنا نيهان رجب، وبقالنا فترة طويلة جدا من دبلوم التنويم بالإيحاء لدلوقتي، وأخيرا قررنا إن احنا نعقد ممارس التنويم بالإيحاء. ناس كتير جدا شايفين إن احنا اتأخرنا في المرحلة الثانية، بس صدقوني هقنعكم إن ده كان لمصلحتكم في النهاية. الممارس التنويم بالإيحاء بيختلف تماما بقى عن الدبلوم. يعني الدبلوم في الاخر خالص انا اتعلمت معلومات عن الهيبنوسيس، الديفلوبمنت اندكشن، ازاي ممكن تستخدمه، وحاجات بسيطه، والنص العلاجي وازاي ممكن تقراه. لكن في الممارس هنتعلم اكثر من نص علاجي، هنتعلم حاجات هكلمكم عنها دلوقتي. ولكن قبل ما اكلمكم عنها خليني اقول لكم ان الممارس كورس مكثف جدا، قوي جدا، في مجهود، بس خليني ااكد لكم ان كل واحد من اللي بيشوفوا الفيديو هيخرجوا من كورس الممارس وهم عندهم القدره والشجاعه والاستعداد ان هم يستخدموا التنويم على اي حد ايا كان في اي مكان. وكمان تقدر تستخدم ممارس التنويم بالايحاء بشكل بروفيشنال في مهنه، وازاي تقدر انك تسوق لنفسك. كل الكلام ده هنتكلم عنه في الممارس. هنتكلم على الديف إلمان اندكشن برضه، او طريقه احداث التنويم باستخدام الديف إلمان اندكشن، بس بطريقه معدله ومتقدمه، وازاي ممكن تعمل الديف إلمان اندكشن في 4 دقائق او اقل من 4 دقائق. هنتكلم على الريجريشن او الاسترجاع في العمر، وازاي ممكن ترجع حد لفتره من فترات حياته تحصل على الكور او المشكله الرئيسيه وتبدا تحلها وترجعه للوقت الحالي وهو احسن بكتير من اي وقت تاني. هنتكلم على الفوبيا، ودي من ضمن اشهر الجلسات اللي هتجيلك بعد كده في شغلك كممارس تنويم بالايحاء، وازاي ممكن باستخدام 8 خطوات رئيسيه تعرف انك تعالج اي فوبيا، لدرجه انك هتيجي تقول هو الناس ازاي ما بتعرفش تستخدم الخطوات دي. هتلاقي ان الخطوات سهله جدا، ولكن انت الوحيد اللي هتفهمها لانك ممارس تنويم بالايحاء. هنتكلم على الانماط اللغويه الخاصه بالعظيم ميلتون إريكسون، وازاي من خلال الكلام تقدر انك تدخل اي حد في ترانس ستيت وتاثر عليه وتوصل الاقتراحات بتاعتك بمنتهى السرعه والروعه، وازاي ده ليه علاقه بالكونفرت هيبنوسيس او التنويم الضمني. الكورس بتاعنا هنتكلم فيه عن حاجات كتير جدا، منها على سبيل المثال التشير ثيرابي، العلاج الكرسي، وفي البيد ثيرابي هنتكلم على الباست لايف، هنتكلم او الحياه الماضيه، وازاي ممكن تتعامل مع كل الشخصيات تقريبا. اما بالنسبه لاحداث التنويم، فلو خدنا في الدبلوم طريقه واحده اللي هو الديف إلمان، هناخد في الممارس حوالي 6 طرق لاحداث التنويم بالايحاء، علشان تعرف تستخدم التنويم مع اي حد مهما كانت الشخصيه، تعرف تستخدم معاها التنويم بالايحاء. الموضوع مكثف، بالذات لما نيجي نتكلم على براعه الفم من روبرت ديلز، وازاي الشخص ممكن يغير اعتقاداتك او تغير اعتقاد الاشخاص من خلال براعه الفم. زي امبارح بالظبط كان عندي جلسه تنويم بالايحاء، خليت الشخص يتعالج ويتحسن ويبقى احسن بكتير باستخدام نمط واحد بس من براعه الفم. والقصه دي هحكيها لكم ان شاء الله في الممارس. طبعا لمده الفيديو ما اقدرش اكلمك عن كل حاجه هنتعلمها في الممارس، ولكن صدقوني الممارس من اقوى الكورسات. انسى كل اللي انت اتعلمته واستعد بكل قوتك لاجمل واقوى كورس ممكن تعمله في حياتك. الكورس طبعا معتمد من مؤسسه المايند كير اللي صاحبها جوناثان رويال، والمفاجاه ان هو هيكون معانا في الكورس باذن الله جوناثان رويال من خلال مكالمه سكايب، وهيكون معانا مدربه اصوات، وهنعمل اللي ما اتعملش قبل كده. اوكي، اشوفكم على خير، وفي انتظاركم كلكم للحضور، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.